31 3 2023 بنفس السعر 35 جنيه. فما فيش 300 جنيه بقى، ولا في الكلام اللي ايه اللي بيتقال، ولا اي حاجه من دي. شكرا. في يوم من الايام كده قاعد في امان الله كالعاده، ربنا يا رب يديم علينا نعمته وستره، لقيت رساله جات لي على الواتساب. نفتح، خير ان شاء الله، في ايه؟ الاقي الراجل المحترم ده باعت لي رساله بيقول لي مساء الخير، لقيت فيديو اعلان عن منتج لازاله الخدوش من العربيات، واغلب الظن ان هم قاطعين جزء من الفيديو حضرتك اللي كنت بتقول فيه ان سعر المنتج ده كام، 35 جنيه. دايما انا بذكر الاسعار في الفيديوهات لان انا مش عاوز منكم حاجه، يعني انا الغرض والله الفايده، ومش عاوز اعمل مصلحه عليكم ولا حاجه، فبالتالي بقول اسعار مباشره، لان ده اسهل طريق لايصال المعلومه، وانا كمان عاوزك تمد ايديك بنفسك. المهم يعني، وسالتهم على السعر بيقولوا 300 جنيه. عاملين منتج تاني وحاطين عليه لزق جميل كده، طبعا المنتج المفروض ان هو بيأدي نفس الغرض، بدليل ان هم واخدين الفيديو بتاعي. طيب خلينا ندخل نشوف اولا هل هو الفيديو بتاعي ولا لا. طبعا اهم حاجه يكون المكان نفسه نظيف، ما فيهوش تراب، نجيب يعني فوطه ونطبق كويس من التراب. طبعا هم ما شاء الله ما اجتهدوش في اي حاجه. ما ينفعش كده يا جدعان، نتعب نفسنا شويه. يعني النصب والغش، يعني الناس لازم تتعب نفسها، ما ينفعش كده يعني الامور بسهوله كده. وانا كمان ظاهر في الفيديو وصوتي وانا وعربيتي وكل حاجه، فما فيش اي ابداع صراحه في الموضوع. زي ما انتم شايفين طبعا ان ده الفيديو بتاعي. طيب هل هم الناس الوحيده؟ للاسف لا. طيب خلينا نشوف كده حتى التفاصيل اللي الراجل خدها منهم. بيقولوا الشحن مجانا لجميع المحافظات، وفي سفنجة هدية مع المنتج، كتر خيركم والله، بسعر 249 جنيه بدل 300 جنيه، والقطعتين من المنتج بسعر 450 جنيه. طيب في صفحة كمان للأسف عاملة نفس الموضوع، على اساس ما يكونش في تراب خالص، وتبتدي ان انت تتحرك بشكل دائري كده وتضغط. والله من حسن الحظ ان التيشيرت ده لسه عندي، والعربيه نفسها لسه عندي، والعلبه النيون كومباوند اللي انا استخدمتها لسه عندي. فسبحانك يا رب. طبعا نفس الفيديو برضه بدون اي ابداع. زمان يعني على حد ظن الغشاشين كانوا بيتعبوا نفسهم شويه، لكن ما فيش ابداع خالص في الموضوع. او حتى هاتوا صوره للمنتج بتاعكم، ابدا، هو النيو كومباوند ابو 35 جنيه. فطبعا دي مشكله. طيب هل انا مشكلتي بقى في الحقيقه ان الناس دي واخده الفيديو بتاعي؟ اطلاقا والله. تخيل ان انا ما عنديش مشكله ان اي حد ياخد فيديو بتاعي، ولو هو في مصلحه من وراه ويقدر ياكل بيه عيش ياكل بيه عيش، والله ما عندي اي مشكله اطلاقا. لكن مشكلتي ان في يعني منتج سعره 35 جنيه بقد الغرض، واروح ابيع للناس منتج تاني سعره 250 جنيه ولا 300 جنيه. هي دي الازمه بالنسبه لي. خدت بالك ازاي؟ الناس مش ناقصه حرفيا. فليه نروح لحاجه اغلى؟ وعاوز اقول لكم ان انا تخيلت ان النيو كومباوند ده غلي، ولكن الصدمه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. خلينا نروح كده للمحل اللي انا اشتريت منه ونشوف سعره النهارده بقى كام. يلا بينا. وللمصداقيه ولاثبات كذب الناس دي ومبالغتها في الاسعار، وان انت اصلا مش محتاج ان انت الحاجات الغاليه دي، هندخل دلوقتي محل حدايد وبويات ونعرف سعر المنتج عندهم كام بالظبط. وعموما يا جماعه، ده محل الحدايد والبويات او الموان اللي انا دايما بقول لكم عليه. بيبقى عندهم بقى عدد، بيبقى عندهم دهانات، بيبقى عندهم مسامير، بيبقى عندهم ادوات كهربائيه او حاجات بسيطه للكهرباء يعني، بيبقى عندهم بقى النيو كومباوند اللي انتم شايفينه والحاجات دي. يلا بينا بقى نروح نسال الراجل على سعر المنتج. كام يا كبير؟ عامله 35. 35 جنيه سعرها ما اتغيرش؟ لا لا، زي ما هو، ما اتغيرش في حاجه. اهو. انا كنت شاري العلبه دي من عندهم من حوالي مثلا 6 شهور ب 35 جنيه، والنهارده اهوت. النهارده كام؟ 31 31 3 2023 بنفس السعر 35 جنيه. فما فيش 300 جنيه بقى، ولا في الكلام اللي ايه اللي بيتقال، ولا اي حاجه من دي. وطبعا علشان الناس الجميله اللي هتقول لا فين الدليل ان الفيديو ده بتاعك، قلت بالمره بقى ايه، نفتح الصفحه بتاعتنا واستعرض لكم كام فيديو كده عملناه مؤخرا. ده الفيديو الاخير بتاعنا اتكلمنا فيه عن العربيات البيك اب، فيديو جميل جدا هيعجبكم. الفيديو ده اتكلمنا فيه على لو واير الدبرياج اتقطع ودواسه الدبرياج ما بقتش موجوده خلاص، فازاي ان انت تروح بعربيتك او توصل بيها للميكانيكي. فيديو جميل جدا جدا وهيعجبكم جدا. الفيديو اللي بعده ده بنتكلم فيه على تلميع الكشافات بتاعه العربيه بتكلفه بسيطه جدا جدا. دي بقى بعض الريلز مالناش دعوه بيها. هنا بقى بنتكلم ان انت ازاي تدور العربيه بالحبل. الفيديو واخد نص مليون مشاهده، ويعني عجب الناس جدا. ده فيديو بنتكلم فيه عن ازاي تعرف نظرك ضعيف او لا. يعني ده اختبار طبي للنظر، واعتقد ان انا الوحيد يمكن في فيديوهات العربيات كلها اللي عملت حاجه زي كده.
والفيديو جميل جدا جدا، ويعني متعوب عليه وفي فايده كبيره جدا ان شاء الله، هتقدر من خلاله تعرف يعني في مشكله في نظرك ولا لا. الفيديو ده بنتكلم فيه على التزييق وازاي تحله. الفيديو ده بنتكلم فيه على خدوش الازاز، وعاوز اقول لكم فيديو مميز للغايه. يمكن ما خدش عدد المشاهدات اللي انا كنت متوقعها، هو واخد حوالي 67,000 مشاهده، كنت متوقع انه يجيب اكتر من كده، لان فعلا متعوب عليه وفعلا في قيمه كبيره جدا، يعني برشحه لكم بشده. ده فيديو بنتكلم فيه عن قواعد الموتور، وازاي تفرق بين ان القاعده ممكن تكون سليمه ولكن بايظه. شوف الفيديو ده، ومستخدمين فيه برنامج لكشف موضوع الاهتزازات. هنا بنتكلم عن الاكسسوارز او الاكسسوارات اللي بتركب بشكل خارجي، هل هي فيها فايده ولا لا. ده فيديو بنتكلم فيه عن ألعاب التيك توك. ده فيديو بنتكلم فيه على الميكروباص ومشاكله. هنا بنتكلم فيه على زيوت التعاون كبديل رخيص. وهنا بنتكلم برضو على زيوت مصر للبترول. ده فيديو بنتكلم فيه على الفلاش بتاع إبرو، ممتاز جدا وعامل تجربة كاملة عليه. هنا فيديو بنتكلم على ازاي تمشي بعربيتك فترة طويلة بدون أعطال. وهنا بكشف لكم شركة نصب بتعمل الغطيان وبتعمل اللوك بتاع الأمان بتاع زيوت بتاع شيل وموبيل والشركات دي، شركة صينية، ففيها حاجة جميلة يعني. الفيديو ده بنتكلم فيه على الفرق بين الجنوط الحديد والألمونيوم ومين أفضل. وهنا الحمد لله على السلامة وصلنا للفيديو بتاعنا. الفيديو أنا مش عارف هو واخد كام مشاهدة صراحة، بس واخد 14,000 لايك و2800 شير، فأعتقد إن هو عدى المليون مشاهدة بقاله مدة. يعني أنا بقالي مدة كبيرة بصراحة ما بصيتش عليه. خلينا نفتحه مع بعض كده. جاي تركب عربيتك في امان الله الصبح، تتفاجئ ان حد عامل لك الباب بالشكل ده. ممكن يكون عمله بقى بقطعه معدنيه، يكون عمله بمسمار، الله اعلم ايه الغرض من التصرف دوت. وطبعا للاسف ده بيكون في الدهان نفسه. طبعا اهم حاجه يكون المكان نفسه نظيف، ما فيهوش تراب، يجيب يعني فوطه. طبعا دي الحته اللي هم قطعوا منها وخدوا منها. وزي ما قلت بكرر المره المليون، انا مش زعلان اطلاقا والله انهم خدوا الفيديو، ولا عندي فكره بالموضوع. وعاوز اقول لكم ان الرساله بتاعت الواتساب اللي صديقنا على الصفحه بعتها لي ونبهني الموضوع، الكلام ده من زمان اصلا، يعني هو بعتها لي اصلا من فتره طويله، وانا نسيت الموضوع اصلا. ولكن ابتديت يعني كذا حد منكم ابتدى يبعت لي برضه نفس الرسائل، بيقول لي كذا صفحه مستخدمه فيديوهاتك. فمن هنا ده اللي خلاني اتحرك، لكن انا في الاساس الموضوع لا ضايقني ولا فرق معايا. اللي ضايقني بس في الموضوع ان الانتشار هيؤدي المشكله ان حاجه ب 30 جنيه ليه نروح نشتريها ب 300 جنيه؟ يعني هو ايه دي المشكله صراحه في الموضوع. الهدف ان انا عاوزك تمد ايدك عشان توفر، والهدف ان انا عاوزك تشتري حاجات رخيصه والناس تمشي امورها وتبقى الدنيا كويسه بحاجات بسيطه يعني، ب 30 وحاجات زي كده، مش 300 بقى وارقام كبيره ونمصلح الناس. عموما كل سنه وانتم طيبين. اتمنى ان انا اكون برأت نفسي، واتمنى ان يعني ربنا يديم علينا المصداقيه اللي بينا والثقه اللي بينا. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم. السلام عليكم.